عمرنا عارفين وبنستنى وبنحب كأس العالم بس بتاع المنتخبات، أعظم بطولة في التاريخ وفي العالم، لكن أول مرة نشوفه بتشيرت نادي. والصراحة أنا متحمس جدا، متحمس جدا جدا، بالذات إنه موجود فيه أعظم نادي في التاريخ النادي الأهلي. احنا نهزر ولا بس يا سيدي؟ فالبطولة بدل ما كانت بتلعب كل سنة وبسبع فرق وتحس إن احنا رايحين ملاهي ديزني لاند، بقت ب 32 فريق وكل 4 سنين، يعني ولع 12 فرقة من أوروبا و6 من أمريكا الجنوبية و4 من أفريقيا و4 من آسيا و4 من أمريكا الشمالية، واحد من أوكيانوسيا، الفريق بيجي ياخد على قفاه دايما ده، والبلد المنظمة فرقة. يعني زي ما قلت لك ولع. مستحيل مستحيل من الفيديو ده ان اقول لك ان البطوله دي هتغير خريطه الكوره في العالم كله، ممكن تبقى اقوى بطوله في العالم، اقوى كمان من كاس العالم للمنتخبات، لان جمهور الانديه بيحب النادي اكتر من المنتخب بتاعه. وانت كاهلاوي معروف يا جماعه، مش هنضحك على بعض، الاهلي رقم واحد، منتخب مصر رقم اتنين، زملكاوي نفس الكلام، بايرن ميونخاوي نفس الكلام، برشلوناوي نفس الكلام، مدريدي نفس الكلام كده جدا. برضه في البطوله دي معلش، يعني لما ريال مدريد يعمل حساب مثلا للهلال، لما بورتو يعمل حساب للاهلي، لما تلاقي بايرن ميونخ عامل حساب للوداد، مش عارف، اللي هو فرق من اوروبا عامله حساب لفرق من افريقيا وفرق من اسيا وامريكا الجنوبيه، مش عارف عامله حساب لفريق من امريكا الشماليه، وكله داخل في بعض. المشكله ان دي بطوله رسميه، ومش اي بطوله رسميه، ده كاس عالم يا جماعه. يعني الفرق الاوروبيه طبيعي جدا عماله تشتري في لعيبه وتجهز عشان البطوله دي، يعني البطوله دي بالنسبه لها مهمه جدا وفيها عوائد ماليه كبيره جدا. الفرق الاوروبيه هتدخل بكل جديه، وده موضوع يخوف. انا خايف السكورات بقى اللي انتوا فاهمين منها 8-0 و10-0 و12-0 الفرق العربيه بتاعتنا، وربنا يستر علينا. بس يا عم البطوله كده كده ناقص لها 3 ايام، وادينا هنشوف الدنيا هترسى على ايه. بس انا الصراحه متحمس جدا جدا. عايزك بقى تقول لي في الكومنتات مين اللي هيكسب اول بطوله لكاس العالم للانديه. توقع يا زميلي. شايف كل الفرق العربيه عندها فرصه اصلا، الهلال او الاهلي او الوداد او العين او اي فريق عربي عنده فرصه حتى ان هو يوصل لدور ال 16، ولا الموضوع علينا صعب قوي؟ ما تنساش تعمل لايك واشتراك وسبسكرايب وفولو. بص، انجلش وعربي حاجه من الاخر. تصلي على النبي وتوحد الله وتدعي لاهل غزه ربنا يفك اسرهم ونرجع نعيش كويس تاني يا جماعه، عشان الواحد خلاص نفسيته تعبت. وسلام.